فريق الوداد قدم مقابله كبيره، قدم مقابله تكتيكيه على جميع الواجهات سواء من ناحيه الدفاعيه او الهجوميه. لكن الكره كتقلب لكل شيء في بعض الجزئيات، يعني من بعد ديال الفايت ديال ضربه الجزاء ضد اللاعب اللي كتحول من انتصار وفوز الوداديين الى هزيمه غير مستحقه. هذا بالنسبه لي ممكن يعلم ان فريق رجع على الدفاع تاعو، ونقول هذا فريق الوداد اللي رغم الهزيمه تاعو بين بانه فريق كبير وفريق يمكن يجري البطوله ان شاء الله في اتجاه صحيح. كنظن ان الاصابه ديال الساعد ولات في واحد الوقت اللي كنا كنتسناو، واللي حتى ضربه الجزاء ما عرفناش كاين ولا ما كايناش، اثر شويه على المعنوي ديال اللاعبين من طبيعه الفريق اللي كيعرف اللي كيشوف بان فاز المباراه وقرب يدوز المباراه النهائيه وكيتلقى ضربه الجزاء بديك الطريقه، فالمعنوي تاعنا ما كتكونش بشكل في الاشواط الاولى بشكل بحال اللي كان. رغم ذلك فالاشواط الاضافيه كانت الامور كلها غاده في اتجاه يمكن المباراه غاده تسالي بواحد واحد، ولكن اخطاء فرديه هي اللي خلى فريق الرجاء ينتصر بالحق. كنعرفوا بان الديم ديال الفينال كان يمكن خص واحد ينتصر، سواء بالشكل اللي فاز به اليوم، سواء بضربات الجزاء، سواء باي طريقه من التدريبات الاخرين. فنظن بان المباراه على السبب يستحيل كيخاول غادي يكون كاتوش طبيعي، غادي يكون جديد هذا اللي شافوا فريق الوداد وكيفاش بديت معاه وكيفاش هي غادا جايه. هذا خطه فعلي، والحمد لله اليوم تنظن اليوم خدنا الحد بعض الاخطاء الفرديه اللي وقعت في الاشواط الاضافيه اللي خلات المباراه تمشي وديه. المنافسين خاصنا نجلس موتيف ونجلس فازيت ونجلس عاطيني التحيه، يعني لان المشكل ديال الوداد هو عنده فائض بعض المكائن بعض الاماكن وعنده خصائص في اماكن اخرى. لهذا فان اي مباراه كانت عامله بالشكل اللي كيخصني نتعامل كذلك بالتركيبه البشريه اللي عندي، فما غنمشيش نحط لهاد الناس الضغط اللي كيخصني قاري نضرب مدافع نقلب على الناس نديروا المدافع. هذه التركيبه البشريه هي اللي مخلي هذه المشاكل، وانا كنعتمد على اللاعب اللي جاهز تكتيكيا واللاعب اللي كنشوفه واجد. الحوات ولا النصف لعبوا مباراه كيف خصهم يلعبوا، ولكن بعد لقيت لاعبين اللي استعوا واجد اكثر منه.